السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل اي حاجة ما ننساش الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. كمان ما ننساش ندعو لاخواتنا المستضعفين في كل بقاع العالم. اللهم انصرهم واجبرهم جبر يتعجب به اهل السماء واهل الارض يا رب العالمين. حبايبي ومتابعين المحترمين، فضلا وليس امرا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس للكل عشان يوصلكم مني كل جديد. كمان ما تنسوش تدعوا لاخواتنا في غزة دعوة 40 غريب مستجابة، إن ربنا ينصرهم ويجبرهم جبر يتعجب به أهل السماء وأهل الأرض يا رب العالمين. اللهم أمين يا رب العالمين. وكمان يدعو البابا وأموات المسلمين أجمعين، اللهم ارحمهم واغفر لهم وسامحهم واجعل لهم قبرهم روضة من رياض الجنة يا رب العالمين. النهاردة مين اللي عمل فيديو ملهوش حل؟ ده تاني فيديو يعتبر يطلع بيه. الراجل ده بيكشف لنا أوراق الناس دي، اللي هو أحمد عبد العال واللي هو فيسو واللي هو داهية طبعا، علشان خاطر طبعا طلع صاحب العربية وتصالح مع المحلاوي، والمحلاوي هو اللي هيخلص الحوار بتاع العربية وخلاص اتفق والموضوع خلاص انتهى. طبعا داهية لا عليها ولا بيه هتطلع بقى تلقح في الكلام وتقول ده هو شتمه وبهدله وغلط فيه، وهو برضو رايح يصطلح معاه وخاف منه والكلام ده كله. طبعا عجبني بصراحة جدا جدا صاحب العربية فيها، قال لها مش كل واحدة تطلع تعمل لها كرومبتين ولا كل واحدة تطلع تعمل لها محتوى تعملني انا ترند. وانت طول ما انت شايفة نفسك كده ما تروحي انت قدامك المحلاوي روحي له وروحي اشتميه وروحي رد عليه، روحي تعملي اللي انت عايزة تعمليه اعمليه. من الاخر انت مالكيش فيه. من الاخر عاوزه اقول لها انت مالك، خليكي في حال ميتين اهلك عشان احنا عرفنا منك. ما هو انت سبب البلاوي في كل حاجة. الراجل بيقول انا عارفين ان كنتوا انا طلعت ليه وسكت ليه وسحبت نفسي ليه. طبعا في كوارث ومصايب، والايام اللي جايه هتثبت لكم ان خطه داهيه كل مالها ربنا ما بيرفع ستره عليها. كل ماله ربنا ما بيرفع ستره عليها، عامله نفسها عادي ومفيش اي حاجه ومع تحضر الخطوبه بتاعت ابنها وتشوف. بس اقول لكم بقى الميك اب والفستان شويه كده، وتلبس الفستان انا جاي عفروتو، وتطلع تعمل نفسها كأن مفيش اي حاجة، وهي الخطط بتاعتها شغالة من تحت لتحت هي واولادها. حسبي الله ونعم الوكيل فيك، ربنا ينتقم منك، ربنا يرفع عنك ستره انت واولادك وخططك اللي انت بتخططيها. كمان الراجل قالك اللي هو صاحب ابو مالك صاحب العربية، قال يا جماعة انا قلت محدش ليه دعوة وانتوا مالكم بالموضوع. احنا لما طلعنا فتحنا بصوص كل واحد فيكم كان طالع بيتكلم عن الموضوع والحاجة اللي تخصه. ما كانش الموضوع اللي بتاع العربية كان يخص حد غيري انا بس اللي طلعت اتكلمت فيه، لكن كل واحد فيكم كان يتكلم ويقول على الحاجة اللي تخصه هو بس، ما كانش يقول على حاجة تخصني انا. فهم دلوقتي كل واحد فيهم طالع يعمل فيديو عليا. ليه؟ هو انا دلوقتي مثلا يعني انا خدت من تحتكم البساط؟ يعني من الاخر كده انا اعرف ناس ما كانتش تنزل فيديو كل 10 شهور مرة، دلوقتي بتنزل فيديو كل دقيقة وكل 5 دقايق. وكمان لما طلع عليه كمان احمد عبد العال وبرضه قال له على حوار العربية وما ربياش، وان انا طلعت وان انا جيت عنده، يعني كان طلع وقال ان هو جه عندي وقال لي اني انا عاوز اطلع اعمل بس مباشر من هنا. معلش مع يعني مع احترامي ليك، يعني حتى لو هو جه وعمل بس مباشر من قناتك واتكلم على حواره، مالكش الحق انك انت تدخل نفسك وتقول لي طارق انك انت دخلتني في العربية ليه. هو دخلتني في حوار العربية انا مالي؟ ان انت بذات نفسك كنت طالع في البث المباشر اللي انت فتحته وقلت انا موضوع العربية ده ماليش دعوة بيه، لا من قريب ولا من بعيد، لا من دلوقتي ولا من زمان. طيب انت دلوقتي طالع بتقلب على صاحب العربية ليه؟ يا ترى لما عرفتوه انه المحلاوي اعتذر منه والراجل قبل الاعتذار بتاعه، وان هما الاتنين دلوقتي بقت المعاملة بينهم وبين بعضهم طيبة وبيخلصوا الحوار بتاع طارق، وانتوا شكلكم كده مش عاوزين تخلوا الموضوع يخلص، عاوزين تخلوا طارق يبقى ايه في المصيادة بتاعتكم. طبعا الراجل بيقولك اول اطلعوا قولوا ان احنا مش عاوزين الموضوع العربية يخلص ونخلوه قاعد على اليوتيوب عشان كل واحد فيكم يطلع بيه ترند وكل واحد فيكم يطلع يعمل نفسه من الموضوع بتاع العربية. من الاخر يا جماعة، الناس دي مش هدفها ان طارق يخلص حوار العربية ولا الموضوع يخلص ويتقفل. الموضوع عاوزينه يفضل زي ما هو ويستغلوا طارق فيه ويخلوه يدفعوا فلوس، علشان الناس دي اخرتها فلوس. اخرة الناس دي ايه؟ فلوس. يعني من الاخر كده راح صاحب العربية طالع بيقول
انتوا كل واحد فيكم عنده مشكلة مع حد ما تجيبوهاش فيه انا، ما تخلونيش انا. مش كل واحد فيكم يطلع ويقول اصلك هو خاف، اصلك هو خايف على بيته، اصلك هو خايف على مراته، اصلك. قال لكم انا مش موضوعي وما يشغلنيش، ومحدش فيكم يجيبني في كلمة مفيدة ويقعد يتكلم معايا في نفس الموضوع. قال له هرجع واقول تاني الكلام ده، اني انا مش عاوز حد يتكلم في اي حاجة تخص العربية غير انا وطارق. لا المحلاوي ولا بسو ولا فسو ولا احمد عبد العال، يعني الموضوع ده اساسا خارج الناس كلها. طبعا حتى برضو المحلاوي قال برضو نفس الكلام، بس المحلاوي كده كده هو ما بيذكرش حوار العربية وما بيذكرش اي حاجة خالص نهائي غير اللي بيبقى حاصل على المنصة او حد يغلط فيه او حد يجي عليه بس. يقول هو انا ذنب امي ايه؟ اعمل لكم ايه؟ يعني امسك سيف؟ عاوز اقول لهم امسك سيف وراح اموت طارق، بس قطع الكلمه وقال امسك سيف وافضل اقول لهم لا انا مش هتنازل. ومش هتنازل ليه؟ فين الحجه بتاعتي اللي تمنعني ان انا اتنازل والموضوع يخلص؟ وكل حاجه انا شروطي، قلت على شروطي والناس وافقت على الشروط بتاعتي. فهنا ايه المشكله بتاعتي ان انا ما وافقش وان انا ما اقبلش انه الموضوع يخلص؟ وانا خلاص كده كده هخلص الموضوع من الاخر. فهو هنا مين اللي هيبقى خسران؟ فسو ومين؟ واحمد عبد العال. حتى احمد عبد العال دخل في الليله بعد ما قال لك انا ماليش دعوه وانا ما اجيش على طارق، ده طارق ده اخويا الصغير. والراجل ده زي ما احنا قلنا هو في الاخر بتاع اشعار بس، بيطلع يغني ويرد على نفسه، لكن هو اساسا ملهوش مبدأ ولا ليه كلمه. يعني ما يطلع يغني ويرد على نفسه مش اكتر من كده. عشان كده حتى طارق ذات نفسه كان يقول ايه؟ اركن انت على جنب، انا ما ماليش دعوه بيك. يعني حتى ما غلطش فيه ولا اتكلم عليه ولا جاب سيرته، طلعوا ان هو غلط فيه وشتم فيه وخلاص. المهم ايه؟ خدوني معاكم لا اقتل نفسي، هو كده. لكن فسوا بقى طبعا اكيد، يعني يا استاذ يا ابو مالك، ابو مالك اكيد فسوا هو هيبقى خسران. ليه بقى؟ مش هيلاقي حد كل يوم يقعد يسمع له، وكل القنوات هتقعد هينسوا الموضوع، هيتنسي زي ما انت قلت ان هو ترند. هو دلوقتي بيفتح بس واتنين وتلاتة كل يوم على موضوع ايه؟ على موضوع العربية. فسوا هنا هيبقى خسران. ليه بقى؟ لان ما عندهوش دلوقتي. انت كده خدت منه البيضة الكسبانة، خدت منه اللعبة. ليه بقى؟ لما انت طلعت واتكلمت وقفلت الموضوع، انت كده ايه؟ قفلت المية على فسه. ما عندوش حاجة تاني وما عندوش مبرر تاني يطلع يتكلم فيه حاجة تخص طارق. خلاص الحوار بينه وبين طارق خلص. حوار مراته اللي كان تعبنا بيه وشغال وشنا، واصلك هو خد الجيميل بتاعها، اصلك هو جاب في الصورة بتاعته، اصلك هو عمل، اصلك هو سوى. مراته دي اساسا قاعده على 24 ساعه في 24 ساعه على التيك توك وبتعمل جولات مع الرجاله. ففين معلش يا شرف مراتك؟ صور مراتك دي ماليه التيك توك غير ان هي ماليه اليوتيوب. فدي ايه الحجه بتاعتك بقى؟ معلش حساب مراتك ده الناس كلها ده عليه مش عارفه كام الف شخص مشترك في الحساب. فانت فين الحجه بتاعت برضو فسو؟ فخلاص بقى كده. يبقى ايه الخطه بتاعت ده؟ هي ايه؟ ربنا عمل ايه؟ نكسها نكسه بنت حلال. يعني ربنا سبحان الله وتعالى ده ولسه يا داهية ربنا هيكشفك كمان وكمان. من أين لك هذا يا داهية؟ من أين لك هذا يا داهية؟ كل الفلوس دي والملايين دي، ده تاريخ ابنك فرحه بالشقة بتاعته اتكلفت 5 مليون جنيه. كل ده منين يا أهل كتامة العظام واللزاز والرجالة اللي ما عندهمش رجالة في كتامة دي؟ تمام. المريال ديرة داهية داوود اللي من سنة كانت تمشي بصباع بتروح بيه المنصورة، وكانت قاعدة على باب البنك بتبكي عشان ما معهاش 5000 جنيه تدفع القسط. يا ترى الملايين دي كلها ما بتسألوش نفسكم مين اللي بيجيبها ولا مين اللي بيدخلها عليها؟ يا ترى لما يبقى هي تشتري أرض، حتة الأرض عاملة في حدود 3 مليون جنيه، تجيب لابنها عربية ب2 مليون، عندها عربية ب2 مليون ونص، عندها تجيب لابنها شبكة ب500 000 جنيه، تعمل كل اللي بتعمله ده تغيير بيتها فوقين تحتين، وهي قاعدة قناتها تشهد عليها وبفيديوهاتها القديمة، وبيتها المعفن اللي كان كله اساسا حاجات كده مشخبطة وملخبطة في بعضيها، والفرش والكنب وكله حاجات كلها كانت فلاحي، لا مؤاخذة طبعا مع كلمة فلاحي. كله ده اتغيرت حالها في يوم وليلة، وبقت شريكة في تلاجة بتاعت بطاطس. كل ده من أين لك هذا يا دهي؟ من أين لك هذا؟
من اين لك يا هذا يا داهية؟ بس انت خدت بالك يا داهية ان العصابة بتاعتك بتتكشف واحد ورا واحد؟ خلاص دلوقتي فسوا، خلاص بقى وقع منه الحوار اللي هو كان ماسكه، حوار العربية، وخلاص. اللي هو البلطجي اللي كان عاوز ياخد 35,000 جنيه علشان يجيب لي لطارق ناس تقعد تحل، فاهمين انتوا؟ تقعد تحل، هتقعد تتكلم كلمتين في الخير يعني، ياخد 35,000 جنيه. تمام. فانت اوعي تفكري يا داهية ان ربنا مش هيكشف عليكي ستره. بجد انا نفسي بسأل نفسي 100,000 مرة، انت بني ادمة وبشر، ولا انت شيطانة ماشية على الارض؟ حقيقي يا داهية انت شيطانة ماشية على الارض، قسما بعزة جلال الله ما بني ادمة ابدا. واحدة اختها عندها يعني انا ما اعرف الكلام ده صح ولا كذب، يعني في متابعة بتكتب بتقول يا جماعة جالي الست حلمية جاتها جلطة في الرئة. طبعا لا قدر الله، ربنا يا رب يشفيها ويعافيها وكل الكلام ده ويكون مش صحيح. ردت عليها ام محمد وقالت لا انا اعرف ان هو جاها اشتباه في جلطة، بس ايه ان ربنا حرم. يعني انتوا متخيلين الست بتموت ماشي، وبرضه لحد الان مش رحماها، من تلقيح كلام عليها، من قلة أدب عليها، من سفالة عليها، من لسان طويل عليها، هي ومنار عرة الرجالة، اللي هو اللي كلب وحقير، اللي ما مش عارفة هو أساسا لما يكون انت أساسا راجل مالكش أي لازمة في الوجود. بجد يعني بجد بجد الواحد ما بيحبش يشتم وما بيحبش يغلط في حد، بس الناس دي بتخرج الواحد عن شعوره. تمام. قالوا بقى نروح لابو مالك. ابو مالك بيقول انا نفسي افهم واعرف كده ليه، او ليه او علشان ايه انا ما تنزلش، ايه الاستفادة وايه المكسب بتاعي عشان خاطر انا يعني اسيب المشكلة شغالة واموت لكم البني ادم ده، علشان خاطر ان هو المفروض محكوم عليه ب3 سنين سجن، فانا اموت البني ادم ده ولا اشنقه يعني؟ ولا انتوا عاوزين ايه بالظبط؟ كل واحد فيكم طالع لي يقول لي كلام شكل، وكل قناة من القنوات طالعه لي. طب بس انا حبيت اقول لك بس يا ابو مالك ان كل القنوات اللي طلعت دي، وكل القنوات اللي طلعت واتكلمتك وشدتك وسحبتك في الكلام، كلهم بما اكملهم تبع مدام داهية. هم دول اللي هم مش عاوزينك لا تصطلح مع طارق ولا تخلص الموضوع. منهم احمد عبد العال، منهم فسو ده اللي ليه مكسب كبير في الليلة دي، وعملها تمثيلية وبدأ يخرج فيها. والراجل بدأ من البداية من عند أحمد عبد العال، وفي الآخر فتح القناة بتاعته. هو شبه القناة بتاعته أساسا اتفعلت دلوقتي، فخلاص بقى هو عاوز يدوق الربح. فانت كده ايه؟ قطعت عليه المية دي يا ابو مالك. فهو بقى ازاي انك انت تقطع المية دي؟ ودلوقتي هيخلوها ولا صحوبية ولا اي حاجة، وعادي ممكن يطلعوا يتخانقوا معاكم، ممكن يطلعوا يشتموكم، يستفزوك بالكلام زي ما انت بتقول كده. بلاش تستفزوني علشان خاطر ما تخلونيش اقول هو انا انسحبت ليه وما بقتش ليه دور في الموضوع ده ليه. ما تخلونيش اعيد وازيد في الكلام ده واقول انا انسحبت ليه. يعني الموضوع يا جماعة وراه وإن كبيرة. لهم رقم واحد انتوا اللي انا شايفه عاوزين تستفزوني وتوقعوا بيني ما بين الراجل، طبعا بيني وما بين المحلاوي. ورقم التلاتة انتوا عاوزين تخلوا الموضوع زي ما هو على الساحة عشان انتوا كسبانين منه، وعاوزين تعملوا بيه الترند وتفضلوا على طول بالترند. المفروض اساسا الموضوع ده بتاعي انا، وحوار العربية ده بتاعي انا، المفروض ان انا اللي اتكلم فيه. ما سمحتش لاي حد يتكلم فيه، ما دخلتش حد في الموضوع. ولما طلعت اتكلمت انا بلساني انا، ما كنتش استنيت حد ان هو يطلع ويتكلم ولا يقول اي حاجة. الموضوع يفضل ترند زي ما هو عشان نفضل بقى كل يوم لايفات وكل يوم ترندات وكل يوم حوارات. من الاخر هم كسبانين من الموضوع ده يا ابو مالك. فعشان كده انت جيت قطعت عليهم الحنفية بتاعة المية. عشان تعرفي بس يا داهية، انتوا اتباعك ربنا موجود، يمهل ولا يهمل، نمهل ولا يهمل. ربنا يسبب اسباب وشخص لحلمية المحلاوي ابنها الكبير، اللي انت كنت كل ما تتكلمي تقولي ابنها هو المفروض يبقى ابنها واخوها وسندها وظهرها، لان خاف على ابنها، وقف معاه، خلص له موضوعه. طبعا انت الموضوع ده تعبك وهيموتك انت واولادك وفسوا واحمد عبد العال وقنوات الكندوشات اللي طالعين وراكي دول. طبعا هيموتي ازاي بقى انك انتوا تصلح بين طارق، ما بين محلاوي، ما بين صاحب السيارة؟ لا ازاي بقى؟ فالراجل رد عليك قالك بقى ايه؟ قالك ايه؟ انتي ما تطلعيش وتجيب لي كرومبيتين ولا 3 كرومبات كده وتحطهم قدام منك وتفضلي تعملي شويه محشي وتعملي نفسك انك انت بتعملي روتين وتعملي في حوارات فيه. حبيبتي طول ما انتي مش قادره
خليكي قاعده في بيتك، ما تطلعيش على المواقع التواصل طول ما انت مش قادره الصد والرد وما بتعرفيش تجيبي حقك. انا اكيد مش هجيب لك حقك. ليه؟ انا مين عشان اجيب لك حقك؟ وانت مين عشان انا اجيب لك حقك؟ انا من البدايه قلت انا ماليش دعوه بحد، ماليش دعوه باي مهاترات، ماليش دعوه باي مشاكل موجوده. ما تدخلونيش في اي حاجه تخص اي حد. الموضوع ده منتهي بالنسبه لي، وما فيش اي حاجه ولا يشغلنيش اي موضوع ده. فانت عاوزه تطلعي تروحي تشتم في المحلاوي والمحلاوي يشتم فيكي، براحتك. عاوزه تروحي المحلاوي قدامك بيت بيت المحلاوي واهل المحلاوي وعيله المحلاوي، روحي لهم. لكن انا ما تحطنيش من ضمن اللعبه بتاعتكم ومن ضمن الحوارات بتاعتكم، لاني انا ماليش دعوه باي حد، وما فيش اختلاف بيني ما بين حد خالص نهائي. فابو مالك طبعا هنا بصراحه يعني بجد بجد الله يبارك لك، شابوه عليك بصراحه يعني. بيقول لكم ايه كمان؟ بيقول لكم ده انا صاحب العربية، انا اللي ليا حق اتكلم، ولا انا لما طلعت وعملت فيديو انا سحبت البساط من تحتيكم؟ علشان كده انتوا طالعين كلكم هاجمين عليا، وكلكم بتتكلموا، واللي تطلع تفتح بس عليا، واللي يطلع يعمل فيديو عليا، وكل واحد فيكم نزل فيديو عليا. انتوا اساسا ما يخصكمش. ده انا صاحب العربية وانا المفروض اللي اتكلم عليها، وما يخصكمش. اتقوا الله. قال لهم باللي انتوا بتعملوه ده اتقوا الله، اتقوا الله. طبعا بصي هنا يا ابو يا ابو مالك، هم كده كده مش عاوزينك لا تتصلح مع طارق، وعاوزين طارق يتحبس، وعاوزين طارق يبيع العربيه، وعاوزين طارق يقفل القناه، وعاوزين طارق يبيع الارضات بتاعتهم، وعاوزين طارق وامه وابوه يرجعوا يشتغلوا عند الناس زي ما كانوا يشتغلوا. زي ما الست حلميه قالت ان هم دافعين عليا فلوس بالدولارات علشان خاطر يقفلوا القناه بتاعتهم، وكان في دماغها داهيه ان وجود وقوع داهيه، وقوع حلميه ومرضها، ووقوع طارق، وكمان طلاق نرمين، يعني البيت كله اتدمر نهائيا عشان خاطر هي ترتاح وتتبط. بس ما تعرفش ان ان ربك لبالمرصاد. ربنا ده قادر على كل شيء، يمهل ولا يهمل. بجد حسبي الله ونعم الوكيل به وكفى. ربنا يصلح حالك يا ست حلمية، وربنا يشفيك ويعافيكي. واتمنى من حبايبي ومتابعيني يدعوا لها ان ربنا يشفيها ويعافيها، وربنا يخرجها من المحنة دي على خير، وربنا دايما يوقف لها اولاد الحلال اللي طبطب عليها وتساعدها وتساندها. بجد 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 يا ابو مالك، الفيديو بتاعك ده حقيقي يدرس، حقيقي وجهت لهم ضربة في المقتل. هما بجد بجد انا عاوزه اقول لك على حاجه، ان هما اساسا خدوا الحوار العربيه بتاعك ده حوار، زي احمد عبد العال دخل نفسه في الموضوع، برغم انه طارق لا ذكره ولا اتكلم ولا قال عليه ولا اي حاجه. وهو من بدايه قال على نفسه ان انا كنتش في الموضوع بتاع العربيه، لا من بعيد ولا من قريب. فهو جه دخل نفسه في الاخر لما لقي الحوار بدأ ايه يقع منهم، فقال لك لا فسه بقى، خد بعضه وراح في قناته وبيفتح كل يوم، وكل يوم عنده ناس متابعين، وكله داخل وكله طالع عليه. تمام، مفيش مشكلة. فانا ليه ما اعملش زي كده؟ حتى نفس النظام فعل الحوار تشكرات، وفعل حوار اسمه ده السوبر شات، وفعلوا الدنيا. والدنيا خلاص بقى هتلعب لهم. انت جاي بقى تعمل ايه يا ابو مالك؟ انت كده خربت الدنيا عليهم، وقطعت عليهم الارزاق، وقطعت عليهم الدعم، وقطعت عليهم الفلوس. كل الناس دي اصلا مفعله قنواتها اساسا عشان خاطر تربح من ايه؟ تدمر طارق وهم اللي يطلعوا. بس ربنا ايه قال لك؟ ان ربك لايه؟ لبالمرصاد. حسبي الله ونعم الوكيل به وكفى. كل واحد يخليه في حاله، كل واحد عنده محتوى يتكلم فيه، كل واحد عنده محتوى يتكلم فيه. ما عندكش محتوى يبقى ما تطلعش وما يخصكش وما تتدخلش في المالكش فيه. قالك انتوا عاوزين ايه؟ ليه تصغروني؟ الراجل شتمني واعتذر، وانا قبلت الاعتذار بتاعه وخلاص الموضوع خلص. مفيش اي مشكلة ان الواحد يغلط ويصلح غلطه، ده مش مشكلة يعني. لكن هم مش عاوزين كده يا ابو مالك. ارجع اقول لك نفس الكلمة، هم عاوزين الموضوع يكبر ويتطور، وعاوزين يدمروا طارق وحلمية، لان هم جايلهم الخطة بالشكل ده، واخدين فلوس على حاجة زي كده. فانت جيت بوظت لهم اللعب خالص خالص خالص. يعني انت لما جيت حليت حوار العربية، بوظت لها الخطة الداهية، وبوظت الخطة للي اتبعها اللي معاها اللي واخدين فلوس. فهم دلوقتي واخدين فلوس، طب يعملوا ايه؟ ما هم لازم يأذوا طارق ويأذوا حلمية، ما شبعوش من الأذى بتاعهم. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم به وكفى.
قال كمان اني لما طلعت بس مباشر كل واحد فيهم كان طالع بيتكلم على مشكلته، كل واحد فيهم كان بيتكلم على حاجة تخصه هو. لكن دلوقتي كل واحد فيهم يطلع يعمل لي فيديو ويقول لي اصلا كانت فوجئت، اصلا كانت فوجئت، اصلا كانت فوجئت انك انت راح تستلح، اصلا كانت فوجئت عشان انت راح تخلص الموضوع. لا، قال لهم انتوا مش متفاجئين ولا حاجة، انتوا مش متفاجئين، انتوا عاملين نفسكم متفاجئين، لكن الموضوع بالنسبة لي خلصان. لاني انا مش جاي اتكلم واعمل مشاكل، انا جاي كنت اخلص مصلحتي ومصلحتي خلاص هتخلص. ايه السبب اللي يخليني ما اخلصش الموضوع بتاعي وانهي واقفل الدنيا وخلاص؟ ايه السبب؟ بيقول لكم انتوا عاوزين الموضوع يتطور ويكبر ونخش في موضوع حوارات وسحب ورد على بعض. انا كل واحد فيكم بعت له رسالة وقلت له انك انت اخويا وعزيز وغالي، فليه نعمل كده في بعض؟ ليه الحوارات دي؟ ليه المشاكل دي؟ ليه الحاجات اللي انتوا عاوزين تعملوها؟ ايه الاستفادة من هنا؟ ايه الاستفادة ان انا ما نصلحش معاه؟ الراجل ما عمليش حاجة عشان ما تصلحش معاه، فايه الاستفادة؟ قبل اي حوار ومن قبل اي حاجة وقلت لكم الناس مش هتوقع ما بيننا، الواضح شكلها كده مش الناس اللي هتوقع ما بيننا، شكله انتوا اللي عاوزين يحصل ما بيننا ما بين بعض مشاكل، من طبعا ان هم رافضين ان هو يتصالح مع طارق. طب هنا قولوا لي يا جماعة، الناس دي واخدة وقابضة ولا لا؟ ما هو اللي حابب خير بيعمل خير. اتقوا الله وخلي كل واحد في حاله، محدش ليه دعوة بيا، محدش يتدخل في اي حاجة تخصني. انا صاحب المعرض وانا صاحب العربية، وانا مش عاوز حد يتدخل في الموضوع. وانتوا الموضوع ده انتوا اللي هتوقعوا بينا ما بين بعضينا، مش الناس هي اللي هتوقع ما بيننا. من عاوز اقول لك يا ابو مالك، مين اللي يتقي الله؟ مين هم دول اساسا عاوزين يفحتوا فحرة ويدفنوا فيها طارق والست حلمية، لانهم هم يا ابو مالك واخدين فلوس وطالعين باوردر وهم عاوزين ينفذوا الاوردر بتاعهم، يا اما هيتحاسبوا و وده هي هتقلب عليهم وتاخد منهم الفلوس اللي هي عطتها لهم. فهم طبعا حرام ان هم يعملوا كده، طبعا يرجعوا الفلوس ازاي؟ يعني بصي يا داهية، عشان تعرفي من حفر حفرة لأخي وقع فيه، فما بصي ما يعني ما تفرحيش زيادة عن اللازم، لان ايه؟ هتقعي 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 واخرتك جاية. من اين لك هذا يا داهية؟ من اين لك هذا؟ احنا مش هنسيبك غير لما نعرف من اين لك هذا. من اين لك هذا كل غسيل الاموال والفلوس الكتيرة اللي بتدخل وتطلع عليكي؟ ابنك سافر مصر ليه يا داهية؟ قوليلي بس. وانتوا كمان مدخلين الصداقة في الحوار والمشاكل. ايه دخل الصداقة في المشاكل والحوارات؟ انا ما دخلتش الصداقة في حوارات ومشاكل. وبعدين اتقوا الله في نفسيكم، انا مش محتوى، ولا العربية ولا الحوار بتاعي محتوى عشان تعملوا تعملوا كده. ولا انتوا اساسا عاوزين كل واحد فيكم مش قادر يجيب حقه، فانتوا عاوزيني انا اجيب حقكم؟ وانا مالي بالموضوع ده؟ انتوا مدخليني في الموضوع ده ليه؟ انا قلت لكم من البدايه كل واحد كان بيتكلم على مشكلته، بيتكلم على حواره اللي يخصه، لكن انا كده كده بيني ما بين طارق ما فيش اي مشكله ولا اي حاجه، والموضوع كده كده هيتحل. وانا طبعا اكيد لو انتوا مش عاوزين الموضوع يتحل، اطلعوا انتوا على المنصه واطلعوا في اللايفات بتاعتكم وقولي ان احنا مش عاوزين الموضوع ده يتحل وعاوزين الموضوع ده يفضل زي ما هو، والبعد كده سهله. لكن انتوا ما تحطونيش انا في الموضوع وكاني عاوزين اجيب سيف وامسك اقطع الناس. يعني عاوز اقول لك ان هو يموت طارق يعني ولا حاجه، بس الراجل قطع الكلمه يعني. مالك هم اساسا ولا قادرين يروحوا للمحلاوي، ولا قادرين يروحوا لبيته، ولا قادرين يروحوا يقعدوا معاه، لان هم لا مؤاخذه دول اشباه الرجال، دول بلطجيه، دول شبيحه، دول خمرجيه. فعشان كده هم بيعملوا كده. احنا بنعرف الرجال بالظبط، الرجال كافعال مش كلام بس، والناس دول بيحبوا يهروا بس على الفاضي. التاني قاعد جنبي اسمها هي، جنبي نورهان دي كان، ولا اسمها هي ولا دينا ولا اسمها هي دي، جنبي منها وشغال يفتح بس مباشر وياكل في شفايفه وعامل زي البت كده. والتاني عامل نفسه مصلح اجتماعي، وهو اساسا مش صالح نفسه عشان يصلح مصلح اجتماعي. هو معوش غير البلد والناس والنار ومش عارفة ايه. وعزاتي اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في صباح الخير يا مصر، من اهدأ مكان في العالم اللي هو كتامة يعني. هو ده احمد عبد العال اللي هو عاوز يشتغل على الوضع ده بالطريقة دي. لكن هو اساسا هم ما يقدروش لا يروحوا للمحلاوي ولا يقدروا يعملوا اي حاجة ولا يقدروا يقفوا معاه، لانه الناس دي مش رجالة. لكن المحلاوي معلم عليهم وهو راجل غصب عنهم. عشان كده هو كل واحد فيهم طالع له بحجة بس مش اكتر، لكن هو
عندهم النقطة بتاعتهم هم الست حلمية اللي هم عاوزين يدمروها بأي شيء من الأشياء. تعالوا كده في السريع نخطف حوار فستان داهية وميك اب داهية اللي استغفر الله العظيم يا رب. عاوزه اقول لها عيب عليكي وعيب على سنك اللي انت بتعمليه ده اساسا. بجد انا ما شفتش واحده ام بصراحه يعني صاحب يعني ام دي بيبقى ليها قيمه ومقام في خطوبه ولا في جواز ولا اي حاجه، تبقى قاعده مشرفه قدام الناس. لكن انت راح تلبسي لك فستان احمر شكله عرس استغفر الله العظيم عليك وشكله وحش جدا. الميك اب اللي انت عاملاه استغفر الله العظيم شكله زباله. بجد بجد شكلك وحش جدا، عامله زي اللي حامل في الشهر العاشر. فلله الامر من قبل ومن بعد، كفايه عليكي كده. سلام عليكم.